واحد مر في قصة شهيرة، قال مر على ومسافر وملك وله حاشية، فمر على مقبرة فقال لمن معه انزلوا حتى نقرأ عنهم الفاتحة ونترحم عليهم ونمر إلى القرية. والمقبرة خارج القرية التي قصدها، المدينة التي قصدها. فلما دخل إليها وجد شواهد على القبور، قبر كتب عليه هذا قبر الملك الفلاني الذي ملك من سنة كذا إلى سنة كذا مدة طويلة، 50 عاما أو 60 عاما، وكان له صولة وجولة، وكان مهيبا، وكان له قيمة وشان، وملك الناس بقوة السلطان. وبجانبه قبر آخر، هذا قبر القائد الفلاني الذي خاض من المعارك كذا وانتصر من الانتصارات كذا لكن الملك الذي قيل إنه فعل وفعل، قالوا في شاهده مات وعمره 3 أيام. والقائد الذي كان من ورائه وله انتصارات ومقام ومكان، قالوا مات وعمره 2 يوم. وبجانبه قبر آخر، هذا قبر العالم الفلاني الذي ألف 300 مصنف، وكان له حلقة علم وله من التلامذة كذا وكذا من العدد الكبير، مات وعمره 1 يوم. فقرأ الفاتحة ودخل إلى المدينة، استقبله أهلها، قال بالله عليكم قبل أن تكرموني أو تحدثوني أخبروني عن نبأ مقبرتكم، رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، فما سر هذا؟ قالوا له ذلك الملك عاش فعلا وعمره 3 أيام، والآخر 2 يوم، والآخر 1 يوم. ولكننا في عادتنا أهل هذه المدينة لا نحتسب من العمر إلا ما كان صافيا هانئا، لا منغصات ولا ألم ولا هم فيه. قال فهذا الملك ما كان له صافيا إلا 3 أيام في عمره كاملا، وذلك القائد ما له إلا 2 يوم، والباقي كله مكدر بالهموم. والثالث العالم ما له إلا 1 يوم. فقال لهم ذلك الملك الزعيم، قال لهم أنا إن مت فادفنوني في مقبرتكم وقولوا هذا هو فلان الفلاني الذي مات قبل أن يولد، فهو ليس له ولا 1 يوم من الهناء والاستقرار.